السلام عليكم. نبدأ من فرنسا، حيث فجرت صحيفة لو باريزيان مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أكدت أن مكتب المدعي العام وقع في الفاتح بن غوشت على لائحة اتهام نهائية ضد الدولي المغربي أشرف حكيمي تتعلق بإجبار امرأة شابة على اغتصابها في منزله قرب باريس في فبراير 2023. ورغم أن حكيمي ينفي بشكل قاطع هذه التهم مؤكدا براءته، فإن النيابة تطالب بإحالته إلى المحكمة الجنائية الإقليمية في أودوسيم، وفي حال الإدانة قد يواجه عقوبة سجن تصل إلى 15 عام. ورغم هذه العاصفة القانونية، يواصل حكيمي قضاء عطلته في بورتوريكو، حيث ظهر برفقة كيليان امبابي مستمتعا باليخوت والحفلات والتدريبات في أجواء احتفالية. ومن تركيا إلى السعودية، حيث يتواصل الصراع على ضم هداف الأسود يوسف النصيري. نادي الهلال بقيادة المدرب الإيطالي إنزاغي قدم عرضا مغريا بقيمة 35 مليون يورو، لكن إدارة فنربخشة ردت بقوة مؤكدة أن سعر نجمها المغربي لن يقل عن 40 مليون يورو. النصيري الذي انضم إلى فنربخشة من إشبيلية مقابل 19.5 مليون يورو ما زال مرتبطا بعقد مع النادي حتى يونيو 2029، مما يجعل الصفقة صعبة التحقيق إلا إذا رفع الهلال عرضه. في فرنسا، عزز نادي أوكسير صفوفه قبل كأس الأمم الإفريقية بالتعاقد مع الدولي المغربي أسامة العزوزي بنظام الإعارة من نادي بولونيا الإيطالي. هذه الخطوة جاءت لتمنح اللاعب دقائق لعب أكثر استعدادا لنهائيات كأس إفريقيا، حيث اختار العزوزي المسار الأنسب لمسيرته الاحترافية وتطوره الفني. أما في إسبانيا، فقد قدم نادي خطافي المدافع المغربي عبد الكبير عبقار رسميا كلاعب جديد بعد توقيعه عقدا حتى يونيو 2028 قادما من ألافيز. اللاعب أوضح أن رغبة المدرب بوردالاس وإدارة النادي في ضمه كانت حاسمة في قراره، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق الإضافة وتقديم أفضل المستويات مع الفريق. وفي إيطاليا، تألق الدولي المغربي نائل العناوي في أول ظهور له مع روما خلال المباراة الودية أمام كان الفرنسي، والتي انتهت بفوز كبير لروما بثلاثية نظيفة. العناوي شارك كأساسي وقدم أداء واعدا قبل أن يتم تغييره مع بداية الشوط الثاني. فريق العاصمة الإيطالي يستعد بقوة لانطلاق الدوري بمواجهة بولونيا يوم 23 أغسطس. وأخيرا، وافق نادي بايرن ميونخ على انتقال الشاب المغربي آدم أزنو البالغ من العمر 19 عاما إلى نادي إيفرتون الإنجليزي. هذا القرار جاء بعد ضغط اللاعب الذي لم يكن سعيدا من قلة الفرص الممنوحة له في الفريق، خصوصا بعد خيبة الأمل في كأس العالم للأندية حيث لعب فقط 8 دقائق. التقارير الألمانية أشارت إلى أن المدرب فانسون كومباني لم يكن راضيا على سلوك اللاعب خلال فترة الإعداد، لكن في المقابل هناك تعاطف مع أزنو الذي شعر بعدم الوفاء بالوعود التي تلقاها من إدارة النادي. انتقاله إلى إيفرتون قد يكون بداية جديدة لمسيرته. شكرا لكم على المشاهدة، إلى اللقاء، نلقاكم في فيديو جديد إن شاء الله.